ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنشرح الستاتر فينت والهيل فيك. الاتنين دول بيتعملوا بنفس الطريقه، بس فيهم واحده وانت واقف من وضع الثبات، وفيهم واحده وانت بتتحرك. تمام. والفرق ما بين الاتنين ان فيهم واحده برضو 3 نجوم مهاره، والتانية 5 نجوم مهاره. تعالوا الاول نشوف الهيل فيك ونكبر الجويستيك ونشوف بنعملها ازاي بالار اللي هو انالوج المهاره. اول حاجه الهيل فيك يا معلم بتتعمل ازاي؟ انت اول حاجه هتعمل هولد على ال2 اللي هو ده، شايفه؟ تمام. وهتعمل بالانالوج الار ده واحده يمين اللاعب واحده شماله بس، وهو واقف في وضع الثبات، يعني لازم يبقى واقف كده وتعملها كده. تمام. هتعملها بسرعه، واحده كده واحده كده. تمام. تعالوا بقى نشوف اللاعب بيعملها ازاي على ارض الملعب. اهو كده اللاعب واقف اهو، هنهولد L2 زي ما احنا عارفين ونعملها كده اهي. هي دي الهيل فيك. تمام. اهو دي بتحتاج 5 نجوم مهارة. تمام، 5 نجوم مهارة ومن وضع الثبات. تاني واحدة معانا النهاردة اللي هي الستاتر فينت. تعالوا برضو نكبر الانالوج. هي نفس الطريقة اللي بتتعمل بيها الهيل فيك، بس من وضع الحركة. يعني اللاعب يبقى بيتحرك كده مثلا في الاتجاه بتاعه، وتروح عاملها يمين او شمال. بس هنتفق اتفاق، المكان اللي انت عايز او الاتجاه اللي انت عايز اللاعب يخرج فيه هو اللي هتعمله بعد كده. يعني انت ماشي كده مثلا وعايز تعمل ستاتر فينت واللاعب يخرج الناحيه دي كده، فهتبتدي الستاتر فينت واحده تحت واحده فوق، فهيطلع الناحيه دي. العكس تماما، لو عايزه يطلع الناحيه دي اللي هي دي لتحت، فهتبتدي من فوق لتحت. تمام كده وانت عامل هولد على ال2. تعالى يلا نشوفها اللاعب بيعملها ازاي على ارض الملعب. كده ادي اللاعب ماشي كده مثلا، انا عايز اطلع الناحيه دي، ماشي كده عايز اطلع هنا، فهمشي كده اديني ماشي كده، هبتدي من فوق وانا هولد كده اهو كده. دي الستار فينت، عايز اطلع الناحيه دي اهو كده. تمام. بس كده يا معلم، جربهم بقى واكتب لي في الكومنتات ايه رايك فيهم، ولو اول مره تشوفني لايك وسبسكرايب وشير. سلام.